السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله معانا روتين يوم جديد كده، وبدأنا بقى في التنظيفات العميقة للعيد. خلاص بقى الوقت بيجري بينا، وعشان الوقت ما يجريش وما نلحقش نفسنا، لا يلا بقى قومي تنشطي معايا كده ونبدأ بقى في التنظيفات العميقة. تشوفي بقى انت بيتك محتاج ايه تبدأي بيه، وابدأي بقى كده بايه. انا ابتديت بأول حاجة السجاد. اي حاجة انا فرشاها قلت بقى ان انا هغسلها اول حاجة كده، عشان طبعا اما انفض واشيل واحط تبقى الدنيا سهله معايا. اول حاجه بقى كده قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت تحطي لي اللايك، ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تنوريني بالاشتراك وتدعميني بكومنت حلو منك، وما تنسيش تحطي لي اللايك. اول حاجه بقى كده انا عملتها، شلت بقى الحاجات المشيات اللي انا كنت فرشاها، وكمان حافظه السجاد. هي دي الحاجات اللي انا كنت فرشاها بس، ما كنتش فرشه حاجات كتير، يعني لان الحر بقى مش بحب افرش حاجات كتير وكده. فانا اول حاجه بقى شلتهم كده، وقلت هبدا بيهم ان انا هغسلهم النهارده بقى. كل يوم كده نقسم يعني الحاجات اللي ورانا، ان كل يوم هنعمل حاجه. مثلا كل يوم هتعملي غرفه، كل يوم هتعملي جزء مثلا في مطبخك. فيعني انتي وراحتك، مش ما تقليش على نفسك. يعني مثلا كل واحد طبعا ربنا يديله الصحه، فكل واحد ظروفه غير التاني. فطبعا الحاجه اللي متوفره لديك ان انتي تعمليها اعمليها. فانا اول حاجه كده ابتديت بيها، قلت بقى اما اغسل السجاد ده بقى كده، جيت كده بقى حطيت في الميه بتاعتي شويه كلوركس ابيض. طبعا ما تقلقيش منه خالص، مش هيعملك اي حاجه في السجاد ولا في المفروشات، لان انا بحط حوالي غطيين كده بس. مش بحط كميه كبيره، وطبعا في كميه الميه اللي انتوا شايفينها دي كلها فمش بتاثر. وكلوركس الوان طبعا حلو قوي، بينظف اي بقع معانا هو والكلوركس الابيض. يعني الكلوركس الابيض بيكون اقوى منه بكتير كمان في اي بقع في سجاد او كده، عشان تبقى سهلة معانا في الدعك وكده، ما تاخدش معانا مجهود كبير قوي. وكمان حطيت سائل اللي هو صابون مواعين اي نوع عندك بقى. وكمان حطيت مسحوق اريال. اي حاجة بقى عندك، تايد اريال، لو حتى جل هيبقى حلو قوي. لو حتى الاكياس الجل دي بتبقى حلوة قوي، بتدي ريحة جميلة، بس انا ما كانش عندي منها. بس انا دايما بحب اضيفها في سجاد او مفروشات او اي حاجة بغسلها كده على ايدي. بحب اضيفه قوي، اللي هو البرسيل الجل ده او الاريال الجل، بيديها ريحة حلوة قوي وبيخليها برضو بتنضف معانا. كده انا خلصت اول حاجة، اول مشاية، وكنت مالية البانيو بقى كده. طبعا هشطفها كذا مرة. شايفين بقى المية كانت نضيفة ازاي؟ هنشوف بقى دلوقتي بقى كمية بقى الاوساخ اللي هتطلع منها. طبعا طبعا يعني السجاد اكتر حاجة بتكون متبهدلة قوي في المفروشات، لان طبعا احنا بندوس عليه. ممكن ساعات الاولاد يمشوا عليه مثلا بالاحذية كده، فوارد يعني اي حاجة زي كده، فعشان كده بيتبهدل معانا بسرعة. على قد ما نقدر طبعا بنحافظ. كده بقى انا غسلت اللي كانت الكبيرة دي، وبعدين بقى جيت على الطويلة دي. طبعا الحاجات اللي هي الخفيفة اللي انا بقدر اغسلها هنا عندي بغسلها، لكن في حاجات مثلا اللي هي كبيرة او معرفش احركها في الحمام، او ما عنديش ليها مكان ليها وهتاخد مني مجهود كبير اوي، فانا بوديها المغسلة. وعامة انا مش بغسل السجاد كتير، يعني هي مثلا مرة في السنة، لان انا بكون حاطة حتى في الشتاء اما بفرش السجاد التقيل بحط عليه حفاظات، عشان طبعا ما يتبهدلش معايا بسرعة ويحتاج ان هو يتغسل في الشتاء. وطبعا غسيله بيكون صعب قوي في الشتاء، ان الحاجة تنشف بسرعة وكده. فانا بحاول ايه ان انا احافظ عليه قد ما اقدر. بس الحاجات الخفيفة اللي هي مشيات او كده انا بغسلها انا عندي هنا، مش بوديها مغسلة او حاجة. إيه، لان انا بعرف اتحكم فيها واديرها واغسلها كويس وكده. وطبعا الحمام صغير يعني مش كبير قوي زي ما انتم شايفينه، فطبعا مش بعرف اغسل فيه السجاد الكبير. فالحاجات الكبيرة زي ما قلت لكم بوديها مغسلة، لكن الحاجات الصغيرة دي مفيش مشكلة ان انا اغسلها خالص. بس بقى كده، وغسلت التانية اهي كمان، يعني ما خدش معايا وقت ولا مجهود خالص. وكمان كنت بدعكه بالمقشة اللي انتوا شايفينها دي، وساعات كنت بدعك بالفرشة اللي هي فرشة البلاط. والمية بقى طبعا انا قلت ايه، يعني لما اشطف فيها كله عشان حرام ما اقعدش املى مية، وبعدين هشطف 3 مرات. انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي انا هغير المية دي اول مرة، هغيرها مرتين كمان. بس بشطف فيها كل حاجة ورا بعضها الاول. يعني انا خلصت المشيتين دول، وبعد كده الحافظة بقى هعملها. والحافظة بقى طريقتي كده في غسلها، تنيتها كده بالنص عشان اعرف احركها في الحمام، يعني ان انا اعرف اتحكم فيها. تنيتها كده بالنص، هغسل الناحية دي كلها الاول، وبعد كده هديرها على الناحية التانية. وبس بدأت بقى الاول ان انا بغرق الحاجة بمية كده، وبعدين بحط بقى من الخلطة اللي انا عاملاها في الطبق دي، واكب عليها بقى، وابتدي ادعك بالمقشة بقى بتاعتنا.
وبس كده. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا تحطوا لي اللايك وتدعموني كده بكومنت حلو منكم، ونتقوم كده ونتنشط كده كلنا، ويعني نسيبنا بقى من الكسل ده. وطبعا احسن حاجة في الحر دي نعملها هو الحاجة اللي بتكون فيها مية كده، يعني الشغل اللي بيكون فيه مية مش بيحسسنا بالحر بقى وكده يعني. لكن بقى مثلا اي حاجة تاني بقى ترويق وكده بنبقى مفرهدين ومش قادرين، فالمية بترتب علينا شوية مع انها بيبقى مجهود علينا، بس بترتب علينا في الجو ده شوية. فنقوم بقى كده ونتشجع، ولو ورانا اي حاجة نقوم نعملها، ونبتدي بقى في التنظيفات العميقة للعيد عشان الوقت ما يجريش بينا وما نلحقش نعمل حاجة. وطبعا لو حد هيصوم فياريت قبل ما يبدأ في الصيام ان هو يخلص على قد ما تقدري ان انت تخلصي، عشان طبعا في الصيام مع الحر بيبقى الدنيا صعبة خالص، تبقي مش قادرة ومتفرهدة. فطبعا ربنا يعيننا ويقوينا، وكل عام وانتم بخير. فلازم ايه تخلصوا الاول يعني قبل الصيام ما يبدأ. وكده خلصت الناحية دي اهو، وزي ما قلت لكم قلبتها على الناحية التانية اهو كده. عشان ايه يعني دي طريقتي فيها ان انا بسهل على نفسي كده ناحية ناحية، لان طبعا هي برضو كبيرة، فانا لو فردتها في الحمام هتكلكع معايا بقى ومش هعرف اغسلها وكده. وهي كمان مش زي السجادية طرية، يعني كانت بتتلم كده، ولازم أنا اكون واقفة على ناحية فيها كده وابتدي ادعك ايه بالمقشة كده الخشنة الناحية التانية. بصوا المقشة دي خشنة يعني مش المقشة الناعمة، عشان تديكي نتيجة كويسة وتبقى سهلة عليكي يعني في التنظيف وكده. المقشة الخشنة طبعا يعني ربنا يعين كل الناس يا رب ويديكوا الصحة. في ناس مثلا ما تقدرش توطي او تغسل بالفرشة اللي هي البلاط، فاي حاجة عندك المتوفر عندك اعملي. لو انت مش بتقدري تغسليه خالص، لو متوفر لديكي بقى ان انت توديه مغسلة توديه مغسلة. بس اهم حاجة ان احنا كده نقوم ونتنشط ونبتدي ايه في التنظيفات العميقة، ودي بدايتها اللي انا ابتديتها معاكم. إيه ان انا بقى اغسل اي سجاد كده عشان اما انفض بقى وكده ونبتدي بقى في الحاجات الكتيرة، تبقى الدنيا سهلة عليا إيه لما بزق حاجة او كده، ما تبقاش الارض يعني لخماني وكده. وبس بقى انا هنا برضو خلصت دي اهو، بدعك في اخر جزء فيها. والخلطة دي اللي انا بحطها حلوة قوي وبتنضف معاكي السجاد حلوة قوي. وكمان ممكن تحطي بقى في المية وانتي بتشطفي، بس طبعا مش المية دي اخر دورة شطف، ممكن تحطي فيها شوية من برسيل الجل او دوني، بيدي ريحة حلوة قوي لأي مفروشات. وكمان لو هتشيليها بقى وتعينيها بتبقى ريحتها جميلة كده، وتبقى ريحتها حلوة كده يعني معاكي. كان في بقى الحاجات الصغيرة دي برضو جبتها كده إيه قلت بقى اما ادعكها كده برضو بالمرة. يعني انا ساعات كنت بحطهم في الغسالة مع بعض كده دورة لوحدهم، اللي هما اللي ايوه دول بيبقوا خفاف كده على الغسالة يعني ومفيش منهم مشكلة. بس انا بقى كنت بعمل فقلت بالمرة بقى إيه وانا بعمل كده اغسلهم معايا. وزي ما انتوا شايفين بقى البانيو، شايفين الطين اللي فيه بقى من الحاجات دي بقى الرواسب اللي طلعت من اول مرة دي. تاني مرة بقى هشطف فيها، هبتدي بقى احط اللي هي السدادة ومليته تاني وهبدأ برضو بأول واحدة انا عملتها، بحيث ان هي ما كانتش بقى اتشطفت قبل كده اول مرة، فهي خدت المية النظيفة كلها. فانضف حاجة بعملها الاول، وبعد كده التاني واحدة انا عملتها، وبعد كده تالت واحدة. وزي ما انتوا شايفين بقى هي يعني انا شطفتها مرة قبل كده ما نزلتش كتير، بس خلي بالكم اللي هي المشايات الفوشيا دي اللي انا بشطف فيها هي عامة بتنزل لون كده بسيط، فهي اللي بتغير لون المية. لكن هي طبعا انا دي تاني مرة اشطفها. بصوا سهلة عليا بقى في البانيو كده ان انا اشطفها حلوة قوي كده. اسهل كمان ما اشطفها كده، يعني اعملها بالدش كده مثلا او بمية اكب عليها، لا فكده بتكون احسن. بضمن ان هي اتشطفت كويس قوي. طبعا لو مش عندك بانيو برضو عادي ممكن تشطفي بمساحة كده وتشدي المية من عليها وهي الحاجة في الارض كمان. وبس كده شوفوا بقى المية عاملة ازاي. دي تاني مرة ان انا اشطف فيها. وشطفت بقى في الاخر الحاجات دي اللي هي كانت اخر حاجة عملتها برضو. وبرضو هاجي دلوقتي هفضي المية دي اهو كده، شلت اللي هي السدادة بتاعة البانيو وهفضيها، وهرجع اشطفه برضو واملاه مرة كمان، ودي تبقى اخر مرة انا هشطف فيها. وبس بقى كده لحد ما البانيو اتملى معايا كده برضو. طبعا كنت بحاول مملهوش كله عشان برضو حرام المية يعني ما نهدرش في المية.
بصوا بقى المية نطفت المرة دي في اللي هي الاولانية اهي، يعني يعتبر المية كده نظيفة جدا، لونها بس غير سنة. بس انا زي ما قلت لكم المشيات دي عامة بتنزل لون معايا، يعني هي اصلا مش عارفة ليه كده بتنزل لون بسيط كده، بس حلوة قوي يعني كده. دي بقى اخر مرة انا هشطف فيها، واخر ما حاجة بقى ان انا هكب عليهم مية كده وكل حاجة في مكانها، زيادة برضو تأكيد عشان نتأكد من نظافة الحاجة كويس قوي. وبس، وغسلت الحافظة كمان، ودي وقعت مني تاني، هرجع بقى اشيلها. بس بقى كده كنت خلصت المرة دي كمان، وصفيت المية وشفت لون المية اللي في الاخر، يعني دي اخر مرة شطفت فيها الحاجة نطفت تماما فيها. وجيت بقى هنا كده بكب عليهم مية وهم في مكانهم بحيث اي حاجة برضو تنزل. وقفت برضو المشيات بتاعتي دي وبدأت اكب عليها مية كده، عشان طبعا اتأكد ان هي خلاص نطفت على الاخر ما بقاش فيها اي حاجة. وبس كده، واكب كمان على المشيات الصغيرة دي. وخلاص بقى كده هوقفهم في جنب كده في البانيو واسيبهم بقى يتصفوا خالص حوالي مثلا نص ساعة او ساعة كده، مش كتير عشان ما يعملوش ريحة معاكي. وبعدين بقى اخدهم وانشرهم بقى في البلكونة. هنا بقى كنت رايحة اعمل الاكل، عندي بقى حلة على النار فيها مية سخنة، ضفت فيها اللحمة وطماطمايه وبصلتين كده صغنطتين وكمان ورق لورا وحبهان. تمام. وبعدين بقى جيت في حلة تانية فيها بقى بصلاية كده صغنططة، حطيت بقى عليها شوية حتة معلقة سمنة كده، وبعدين حطيت لها نص معلقة صغيرة من التوم المهروس كده. وبعدين لما اخدت لون بسيط ودبلت معايا، والتومه بقى انا ما كنتش حابه هنا ان انا يعني تاخد لون قوي، تاخد لون بسيط. والصوص دي بقى انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده، دي كانت عندي قديمه كمان غير اللي انا كنت مفرزاها قريب، فخدت القديمه وسبت اللي هي الجديده. وهنعمل بقى بامية، فعشان كده انا كنت بعمل لها التسبيكة دي. طبعا الصلصة دي بتكون مركزة، يعني انا بعملها مسبكة بتكون تقيلة جدا. انا هزودها دلوقتي مية لان هي كده اصلا متسبكة وتقيلة خالص. حطيت فيها بقى قرنين الشطة دول، ما حبيتش ان انا اقطعهم عشان طبعا لو في اطفال تعرف تاكل، فانا بحبهم كده بحالهم وباكلهم انا بقى مع الاكل في الاخر. وبس كده بقى جيت بقى على البامية بتاعتي بدأت ان انا اقمعها كده. دي طريقة التقميع بقى للبنات اللي هم لسه بقى بيتعلموا، طبعا كلكم اشطر مني طبعا وعلى راسي من فوق، بس ده بقى للبنات اللي هي ما بتعرفش. فانتي بتجيبيها كده من فوق بالسكينة بزاوية كده، بتمشي مع المثلث اللي فوق ده كده بالراحة وتشيليه كده بالراحة. وبس بقى كده بعد ما قمعت البامية بتاعتي بقى، جيت بقى هنا خدت اللحمة بعد ما استوت وحطيتها في اللي هي الصلصة، تكمل سواها فيها بقى وتاخد طعم الصلصة كده. وبس انا بحب اديها سلقة الاول، عشان لو حطيتها في الصلصة على طول يعني بتاخد وقت طويل قوي، وتقعدي تزودي كل شوية الصلصة لحد ما الصلصة تلاقي فيها مش كمية كبيرة. فانا بحب اديها نص سلقة الاول كده، وبعدين اشيلها اخليها تكمل سواها في البامية والصلصة. ونقلت بقى البامية على ناحية تانية تستوي بقى براحتها، وهعمل بقى شوية رز بشعرية، ودول كان اخر شوية شعرية عندي، فحطيتهم كده في شوية زيت. وبعدين بقى ضفت معلقة زبدة، وزي ما قلت لكم انا بحب اضيف الزبدة بعد ما الشعرية تتحمر وقبل ما اضيف الرز على طول عشان ما تتحرقش معايا، لان انت لو حطيتيها على طول في الاول مع الزيت هتتحرق منك. وبعدين بقى ضفت الملح وهقلب بقى الكلام ده كله، وبعدين هضيف له بقى المية السخنة عشان يبقى مفلفل معانا كده وجميل. طبعا هو ده روتين يومي زي ما كان بالظبط، فانا حبيت ان انا اقوله لكم يعني اشاركه معاكم، وكمان نبدأ مع بعض بقى في التنظيفات العميقة ونتشجع كده مع بعض. وان شاء الله اي حد وراه اي حاجة بعد الفيديو ده يقوم يخلصها على طول ونبدأ بقى في التنظيفات العميقة. وهنا بقى كنت بعمل شوية لسان عصفور، برضو يعني حاجات بسيطة كده جنب الاكل تبقى شوربة خفيفة كده. هحمره بقى كده واديله تشويحة، واول ما ياخد لون دهبي فاتح هنزل عليه بطماطمايه خليها تتشوح معاه اهو في الوقت ده كده اما بدأ ياخد لون. وبعدين هضيف له بقى كوبايه ميه سخنه كده يغلي فيها شويه، وبعدين اضيف الشوربه. ولو حابه ان انت تضيفي ميه كل الكميه ميه، وساعه الاكل تضيفي الشوربه في كل بوله، تغرفي لسان عصفور وتضيفي الشوربه بيبقى برضو حلو. لكن انا بحب احط الشوربه ياخد من طعمها كده ويبقى طعمه يعني اغنى يعني واحلى. بس بقى كده وحطيت له الملح بتاعه. والطريقه دي حلوه قوي لسان عصفور، بعد ما يستوي مش هيبقى مجمد معاكي كده او بيكتل او يمسك في بعضه،
لا الطريقة دي حلوة قوي ليه. وبس كده ادي اللسان عصفور خلص معايا. وكده بقى اللسان عصفور خلاص خلص. هعمل بقى هنا الطشة بتاعت البامية. جبت هنا بقى معلقة من السمنة كده، هنزل عليها بقى بنص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، لان انا حطيت نص معلقة في الاول وده نص المعلقة التاني. تمام. هنزل عليها كده بقى واشوحها كويس قوي تاخد لون دهبي فاتح كده، وبعدين هنزل بيها على البامية بقى على طول. تمام. بس كده ده كان روتين يومي النهارده معاكم. عملنا الاول روتينات بقى، اول تنظيفات العيد، وكمان عملنا الغدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، الروتين يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعموني بكومنت حلو منكم. لو اول مره بتشوفوني نوروني واشتركوا في قناتي. وبس كده عملنا الاكل، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.